خلينا كده متفقين انك انت طالما اخترت تبقى ديفلوبر تخش مجال البرمجة، يبقى انت هتفضل طول حياتك تتعلم. يمكن ده بيكون ضاغط شوية على كل الناس اللي في الكارير بتاعنا، ولكن انا بشوف انها ميزة بتفضلنا عن غيرنا. انا هساعدك ازاي تعرف اذا كنت انت فعلا up to date او بتتعلم او مكمل على التعلم ولا لا. في ناس كتير بتنسى، وعلشان الموضوع ده بيشكل ضغط كبير علينا كديفلوبرز. لو ما كناش منظمين صح وعارفين احنا ازاي هنفضل اب تو ديت، الموضوع مش هيمشي بشكل مظبوط. وانا هساعدك انك انت ازاي تعرف اذا كنت انت بتتعلم بشكل مستمر ولا مركز بس مع الحاجات اللي بتعملها في شغلك وده مأخرك. 4 أسئلة لازم يكون عندك إجابة على 2 على الأقل منهم علشان تعرف إذا كنت أنت ماشي صح وبتتعلم ولا لا. أول سؤال: إيه هو الكتاب اللي أنت بتقراه دلوقتي؟ لازم يكون في كتاب مهتم إنك أنت تقراه، والوقت الفراغ بتاعك بتروح تقرا الكتاب ده. طبعا مش لازم يكون كتاب تقني، ولكن يفضل يكون كتاب مرتبط بالسوفت وير انجينير. تاني حاجه: ايه الكورس اللي انت بتتعلمه دلوقتي؟ مش لازم تكون طبعا بتقرا كتاب وبتتعلم كورس في نفس الوقت، بس انا بتكلم بشكل عام. فلو انت مش بتاع قرايه، ممكن تكون بتحب تتفرج على كورس. دايما يكون عندك كورس في وقت فراغك بتكون بتتابعه وبتتعلم منه. تالت حاجه: ايه التكنولوجي اللي انت بتتعلمها دلوقتي؟ وانا هنا مش بتكلم على التكنولوجي اللي انت بتستخدمها في شغلك، انا بتكلم على تكنولوجي تانية تكون مهتم انك انت تتعلمها. على سبيل المثال، لو انت بتشتغل فرونت اند تكون بتتعلم مثلا كلاود او باك اند. لو انت شغال فول ستاك تكون بتتعلم اي ازاي استخدم ادوات الاي اي او ازاي ابني اي، وهكذا. تكنولوجيز في السوفت وير انجينيرنج كتيره جدا، فلازم تخرج بره الكومفورت زون بتاعتك وتبص على التكنولوجيز التانية وتكون بتتعلم حاجه جديده. رابع حاجه وهي سايد بروجكت. يكون عندك سايد بروجكت شغال عليه بتطبق فيه اللي انت بتتعلمه، والسايد بروجكت ده لازم تكون حاجه حقيقيه شغاله اند تو اند علشان خاطر تكون بتنفذ بشكل صحيح. دايما حاجتين من الاربعه دول يكون عندك اجابه ليهم او شغال عليهم: كتاب، كورس، سايد بروجكت، او تكنولوجي جديد. لو انت عايز افكار تساعدك تقرا اني كتاب او تتفرج على اني كورس، او ايه هي التكنولوجي اللي ممكن تتعلمها دلوقتي، او كمان ايه السايد بروجكت اللي انت ممكن تشتغل عليه ويعلمك، ما تنساش تشترك في القناة، وانا هعمل سلسلة من الفيديوهات تناقش الحاجات دي بالتفصيل. شكرا انك انت سمعت الفيديو للاخر، واتمنى تكون استفدت منه. السلام عليكم.